محمود فشارة طبيب بيطري عشق المدينة الباسلة بورسعيد بكل تفاصيلها وملامحها وتراثها المعماري والتاريخي، فاختار لنفسه واقعا خاصا بين شوارعها وميادينها، والذي أخذ يجوبها يمينا ويسارا يحقق ويدقق بين منازلها ومبانيها بحثا عن تاريخ يتوارى خلف كتل حجرية وربما خشبية تحمل بين ثناياها عراقة وأصالة من شيدوها كي تبقى تحفة ليس للسكن فقط بل للتميز والبقاء والتفاخر عبر العصور. أنا اسمي محمود فشارة، دكتور بيطري. شغلتي الأساسية هي الطب البيطري، ولكن يعني حبيت أشوف البلد ووصل اللي أنا شايفه ده لناس تانية بوجهة نظر مختلفة شوية. من الصور القديمة حبيت شكل البيوت، بدأت أدور على الفاضل منها، زي الشارع كده اللي احنا فيه مثلا دلوقتي، ده شارع فلسطين أو كان زمان اسمه فرانسوا جوزيف. الشارع ده من أهم شوارع مصر، يمكن من أهم شوارع العالم، لأنه هو بيطل على أهم مجرى ملاحي في العالم، قناة السويس. وعشان كده الشارع ده حتى كان فيه أكتر من معلم، زي تمثال الملكة فيكتوريا، زي التمثال كان عبارة عن نصب تذكاري لذكرى اشتراك نيوزيلندا واستراليا في الحرب العالمية. فالمكان ده كان بيتحط فيه النصب التذكارية دي على أساس إن أي حد من العالم هيعدي هيشوفه. فعندنا هنا في الشارع برضو أكتر من حاجة. عندنا برضو الفنار، هو أول فنار اتبنى من الخرسانة في التاريخ. فالحاجات دي كلها دي أمثلة بسيطة جدا للحاجات اللي موجودة في بورسعيد، زي البيوت، زي الأماكن التراثية، زي حاجات كتير أنا بحاول أصورها، بحاول يعني أعمل زي أفلام وثائقية كده صغيرة عنها، أحكي عنها وأوصل الحكاية دي حتى للأجيال اللي عمرها ما سمعت عن ده وعمرها ما شافته يعني. البيوت في بورسعيد عموما مميزة عشان ما كانتش بتتعمل مجرد يعني ايه اوض جنب بعض الناس تسكن فيها وخلاص. يعني كل بيت ليه قيمة جمالية. وكمان في حاجة مميزة اكتر لبورسعيد، ان هو البيوت كانت يعني عبارة عن مزيج بين كذا حاجة، الفرنسويين، الايطاليين، المصريين، فتلاقي روح من كذا حاجة موجودة. يعني البيت اللي ورانا هتلاقي انت لو شفت الشكل بتاعه، شكل ليه مدخلين، وليه في النص كده اللي ورانا ده كان زي منور ومكان كده بتاع الخدمات. وكان زمان الحنطور حتى يدخل فيه يوصل صحابه ويلف ويطلع من الناحية دي. كان سلم الخدم، كان الخدمات عموما والنظافة والغسيل والحاجات اللي زي كده. فهو يعني كان كل بيت ليه تصميم فريد شوية. وكمان بنلاقي اختلافات ما بين البيوت اللي في حي الشرق او اللي في فرنج يعني، وما بين بيوت العرب فيها برضو بيوت خشب مميزة جدا. ويمكن مش هنلاقي كتير في العالم بيوت خشب اكتر من دور او دورين، احنا في بيوت 3 و4 ادوار خشب، ودي برضو حاجة مميزة جدا في بورسعيد. ذاكرة الأشخاص وما بداخلها من ذكريات وملامح كانت على رأس اهتمامات محمود فشارة، والذي استهوته قضية البحث عن من يحملون روح الأصالة إلى جسد المدينة وشوارعها، والتي حملت مانشيتات وتفاصيل دقيقة عن زمن جميل توارى خلف واقع يبحث والآخر عن هوية. بعد ما صورت البيوت وبدأت أحكي عنها، بدأت أدور كمان على الناس، لأن البيوت من غير الناس مش هيبقى ليها طعم. في ناس كتير حكيت لي عن بيتها أو بيت أهلها زمان أو بيت جدها. دورت على المهن القديمة اللي ما عادتش موجودة. صورت مرة مع آخر كلوباتي كان موجود في بورسعيد، ودي مهنة خلاص يعني تعتبر انقرضت خلاص وانتهت. بحب أسمع الناس حتى العادية خالص، ممكن صياد، ممكن يعني بدور على الكنوز وسط الناس العادية خالص، اللي يقدروا اللي يعني دي ناس نقدر نقول ان هي بتحمل هوية المكان، تقدر يعني توصلنا لطعم بورسعيد الحقيقي، او الناس البورسعيدية الحقيقيين اللي عندهم تاريخ حتى لو كان حاجة بسيطة قوي، بس تلقائيتهم بتخلينا نحب قوي اللي بيقولوه ده.
محاولة توحيد التراث في متحف خاص يضم بين ثناياه مجموعة من الصور الفوتوغرافية والمقتنيات ربما صارت خطوة تطلع نحوها محمود فشارة ورفاقه من المؤرخين والمهتمين والذين آمنوا بأفكاره وتحمسوا لرغبته الشديدة في البحث عن فجر جديد لمباني وشوارع بل ورموز وشخوص للمدينة، والذين يجب أن تكون لهم بداية جديدة تعيد إحياء الزمان والمكان مرة أخرى. من السوشيال ميديا يعني حاولت أنزل بقى على أرض الواقع شوية ونعمل حاجة في الحقيقة ما يبقاش كله على النت وبس. فكنت أنا والدكتور محمد شجر الدكتور صديقي، وهو عنده هواية التوثيق وجمع الصور والمقتنيات. دي هواية عنده يعني كبيرة جدا، عنده صور لبورسعيد محدش شافها قبل كده خالص. فأنا وهو بدأنا نعمل حاجة يعني زي متحف، يعني أو هنقول إن هو معرض لصور وكلها صور أصلية، ما هياش حتى صور موجودة على النت ويعني بنطبعها وخلاص. دي مقتنيات أصلية احنا بدأنا إن احنا نجمعها ونعرضها. الحاجة دي إن شاء الله احنا بنعرضها بشكل يعني إيه، هو معرض بس احنا بنسميه متحف يعني، لأن هي معروضة بشكل متحفي يعني، لأن الحاجة مترتبة بشكل يعني بترتيب التاريخ. بنحكي تاريخ بورسعيد كله عن طريق التسلسل الزمني بتاع الصور والمقتنيات. هدفي من الموضوع هو اولا ان انا انقل الجمال اللي انا شايفه ده للناس، او بالشكل اللي انا شايفه ده اوصل للناس الحاجة الحلوة اللي انا شايفها. الهدف التاني برضو اللي مهم قوي، دايما بحب يعني ايه الناس اللي من بره بورسعيد تشوف بورسعيد زي ما انا شايفها. خلي ناس تيجي تقول لي انا عايز اجي اشوف اللي انت بتعرضه ده، اشوف الحقيقة، انا نفسي اجي اشوف بورسعيد اللي انت بتحكي عنها دي.